هتقول لي ايه؟ طب ما هو انت اتاخد منك للنادي الاهلي كهربا، اسف، كهربا راح من النادي البرتغالي للنادي ايه؟ لا اتاخد مني انا؟ مش مباشر يا باشا ولا مش حد مباشر. محترم ده طبعا محمود خطيب الصلاح. لما في شيكات مفتوحه، طب انت ساب الناس دي ليه؟ ما تخلص، ما تخلص عشان محدش يبص في طبقك، محدش يلعب في طبقك. انت ساب الناس كلها عماله تلعب معاك وتلعب معاك وسهل جدا لان القوه الشرائيه عنده اقوى منك. فانت سايب ليه؟ انت هتفضل معلق جمهور الزمالك لحد امتى؟ خلص. ممكن يكون معتمد على انه الونش ده واحد ما بقاش فيه في الكوره كده يا ابراهيم دلوقتي، ما بقاش فيه في الكوره كده. فكره الانتماء كانت زمان، كانت زمان. دلوقتي ما بقاش فيه انتماء، بقى فيه معاك قرش بتساوي، معاك فلوس خلص. طب ما هو المثل بالمثل، ما الاهلي برضو عنده كذا لعيب معلقين لحد دلوقتي لسه ما مضوش. مش وارد ان الزمالك يخش يجيب. ما هو روح خلص. انت الاهلي في مين؟ انت الاهلي في مين ما جددش لحد اللحظه دي؟ كتير. الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم. من باب الانصاف زي ما بنقول انه في لعيبه هنا فري، ما في لعيبه هنا فري، ما في لعيبه هنا فري في الاهلي. روح خلص يا ابراهيم. انا ما بتكلمش على هل الزمالك محتاج حد من الاسماء اللي احنا قلناها دي؟ شناوي انا مش موجود في الملف. مش موجود في الملف. انا بسال. طب سؤال، هو ايه انا مش موجود في الملف دي؟ طب انت موجود تحت الكوبري؟ والنبي حلوه وضحكت حلوه. في الاخر زيزو عمل لهم استنجلينا. كابتن الخطيب النهارده ناوي سواد، لسه الشيبي والونش ما فيش لعيب بيلعب في الدوري الخطيب مش هيجيبه عشان تعرفوا تقولوا عليه انه بخيل كويس. هو بيقول انه ما طلبش 100 مليون جنيه، ما قالش هو طلب كام. والد زيزو بيقول انه يعني اللعب للاهلي مش حرام، وان المجلس مش عايز يجدد له، وان المجلس لو معهوش فلوس كان باعوه للخليج، ولكن هم رفضوا خوفا من الجماهير. بيتهم احمد حسام ميدو ان هو سبب في تطفيش ابنه من النادي. عايز اقول لكم حاجه، يعني والد زيزو شخصيه يعني اراءه قويه جدا ومش مفاوض، يعني هو اللي في دماغه لازم يتنفذ على اي حد. يمكن قبل كده المهندس ماجد سامي كان هو اللي طلع زيزو، يعني هو اللي عمل زيزو، وهو تحرك والد زيزو ولا ما فرقش معاه الموضوع ده خالص، وخلى ابنه يقعد سنه على الدكه من غير ما يلعب مع ليرز، وانتقل زيزو الى نادي اخر حرا طليقا وهو حر. فهي يعني من الواضح ان والد زيزو عنده فكر معين. النادي الاهلي جاب لعيب جامد، تعاقد مع لعيب جامد. نمره 2 بقى كلام زيزو اللي بيقول لك انا ما مضيتش. الراجل كلامه واضح، قال لك انا ما مضيتش، هو ما مضاش، هو وقع بس. ونبي حلوه برضه. التعاقد مع الاهلي مش من انصارها، انا مش من انصار الكلام ده خالص. وقال للاهلي اديني عقودي انا عايز امشي. لو نفترض ان الكلام ده حصل وزي ما قلت لك، نفترض ان ده حصل في الاتفاقات، في التزامات، في تعاقدات، في حاجات كتيره جدا، مش هتاخد عقدك. ما تاخدش عقد. في حقوق عندي، في حقوق ليا زي ما انا ليا حق. انت ليك حق. بس اللي اعرفه ان الاهلي حاطط شرط جزائي كبير. اتفقنا على حاجه معينه، خلاص انا التزم وانت تلتزم. لكن اعيد بقى التجربه ثانيه. ايه اللي بياخده الاهلي من كل مواقفه الحلوه قوي مع الانديه؟ بتطلع واحد في التلفزيون بعد ما كان بيشيد ويقعد مش يتنمر على الاهلي، بيقعد يتكلم على الاهلي بشكل مش ظريف، مهما عملت. بس طب لو حد لو حد عايز يفسخ التعاقد، عايز يمشي، عايز يقول لك يا عم اديني، انا بقول لك انا في السبعين اديني حقي. انا بقول لك الاهلي عملها قبل كده مع رضا الاسماعيلي الله يرحمه. يعني واحد من النجوم الكبيره جدا، وعملها مع حمزه الجمل، وعملها مع حسني عبد ربه، وعملها مع وائل الاباني. انا مش من انصارها، انا مش من انصارها. لو في تعاقد وزي ما قلت لك اشوف زيزو في الاهلي بتيشيرت الاهلي، خلاص الموضوع منتهي. لكن نفترض ان في اتفاقات، في اي رجوع من اي حته، لا مش هرجع، لا مش هرجع، خلاص دي التزامات. الحته الثانيه بقى يا ابراهيم اتفضل. علي النعمه ما انا راجع، لا عايز زيزو يدفع 6 مليون دولار. قال لك اول موسم جه عرض لزيزو 6 مليون دولار، اشترطوا ان يكتب ان لو رجع مصر رجع للزمالك، فرفض وقال لك ده كوبري. اخر ساعه سابوه ببلاش للاهلي. انزل يا عم، انزل اتاكد ان مدينا لايك متين الفيديو، مش شايف قناه مجرى كله شغال في مكان، ولا بينا نشوف. عايز اسمعك ايه والله، ولادكم شكاير ضحك. راح السفاره، هل اتصور فيديو ان هو راح السفاره؟
الصوره دي ممكن تكون فيك، ممكن تكون معموله، ممكن مش ممكن ولا مش ممكن. ايوه بس الابلكيشن بص لا الابلكيشن ده الابلكيشن اجيب لك اي الابلكيشن. ابلكيشن بس واحط عليه صوره مجدي عبد الغني عادي، عادي جدا. استنى يا كابتن مجدي بعد اذنك، حتى لو انا جات لي معلومه مؤكده، جات لك معلومه مؤكده، كل واحد يقول لك المصدر. لا دي حقيقه، مصدر انا جات موثوق لي منه. معلومه مؤكده. أيوة. بوجود زيزو النهارده في سفاره امريكا، وحتى عربيته دخلت السفاره. انا بقول لك اهو، عربيته دخلت بلاش السفاره تقول كده عشان لو ما حصلش. الاول العربيه ما دخلتش. اسمع اللي بقول لك، انا طب اتاكد يعني المعلومه دي اللي جات لك، اللي قال لك شاف ولا سمع؟ ايه اللي قال لك شاف. خلاص شاف، ده شاهد عيان. طيب ممكن يكون بيقولوا لي والده اكد الكلام. لا والده ايه؟ والده ما بيتكلمش خالص. اكد كلام ايه؟ انه كان في السفاره يعني. والده ما بيتكلمش نهائي خالص. يعني زيزو ووالده ما بيتكلموش. يمكن هو عمل تويتر لا بتاعته تصريحاته ايه؟ ما بيقول لك احنا لا ماضينا لا للزمالك ولا للاهلي ولا. كابتن جمال عبد الحميد الطورايه هنا هو لا اجمد ده لسه في الونش ومحمد السيد. كابتن الخطيب عارف طلاق 3 ما يسيب حد غير شيكابالا. دكتور شيكابالا سلوا بعض بقى في النادي. يعني اول ما تخش نادي الزمالك كده ميدو كان قاعد مستني زيزو. وصل زيزو النادي قال له يا زيزو تعال. ميدو قال له احنا جاهزين دلوقتي، كل شروطك يلا تعالى وقع بعد اللي انت كتبته، يلا احنا جاهزين تعالى وقع. فزيزو قال له انا عندي تمرين دلوقتي ومركز في ماتش بكره، فمش ده التوقيت المناسب اللي نقعد فيه. فبالتالي دخل زيزو لاوضه اللبس عشان يستعد لمران الفريق. بحكي لك بالظبط بادق التفاصيل اللي حصل. زيزو اوضه اللبس فوجئ بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك بيتكلم مع زيزو قدام اللاعبين، بيقول له يا زيزو انا حاسس انك مضغوط وحاسس انك في كلام كتير جدا عليك، فده ممكن ياثر عليك بشكل او باخر في المباراه. فكان رد زيزو بالحرف قال له لا، الضغوط دي انا متعود عليها تماما، ما عنديش اي مشكله في التعامل معها، ما فيش اي مشكله خالص وما تقلقش عليا. الا اذا، ده كلام زيزو، الا اذا الاداره قايله لك خرجني من القايمه بتاعت الماتش. فبيسيرو راح قايل له بصراحه الاداره بلغتني بان احنا لازم نخرجك من قائمه المباراه. يلا ده يا قبر يلم القفش اهو، ريح شويه قبل كاس العالم للانديه عشان يولع الدنيا معانا. انا تحت امر النادي وانا فاتح المجال وانا ما مضيتش وانا هكمل لغايه الكونفدراليه. اللي واصل لمجلس اداره نادي الزمالك ان زيزو ووالد زيزو مع النادي الاهلي متفقين على كده، وان المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي هي اللي بتسرب كل الحاجات اللي زيزو خلص، زيزو مضى، اتفاقيه، اعلان، راح السفاره، كل كده بتسرب لبعض الصحفيين او بعض اليوتيوبر ويقولوا الكلام ده على الهوا. وبالتالي زيزو ما كانش عايز كده ولا والده، يعني ما حدش يعرف ولا صريخ ابن يومين، كان عايزين الموضوع يفضل في يعني يماطل عشان زيزو يلعب وياخد بطوله الكونفدراليه. وزيزو اكتر حاجه تضايقه مش الفلوس، يعني زيزو اما بيتعور في انكل رجله يقول لك هيقعد شهر تلاقيه راجع بعد يومين، ساعات بيلعب وهو مصاب. فهي ده زيزو، يعني بيحب يلعب. فكده زيزو هيتم تجميده نهايه الموسم، يعني نهايه شهر 5. يعني معنى كده ان زيزو تقريبا هيتجمد لمده شهرين بلا اي مباراه رسميه بعد ما وصل لنادي الزمالك. لكن يا باشا ما تريزيجيه الدوري القطري خلص، هيريح الشهرين دول، عندنا كاس عالم وضغط بطولات، الواد لازم يجي لنا فريش. مستوى فني في الزمالك ومستوى فني في الاهلي، انت يا زملكاوي هتشوفها بطريقه وانا كاهلاوي هشوفها بطريقه، لكن على مستوى ظهور ونجوميه واعلانات وتواجد وشهره ومكانه، انت بتروح زي الاحتراف بالظبط. يعني مثلا نفترض انا راجل اهلاوي ما عنديش اعظم من الاهلي في الكون كله، حلو، لكن لو واحد اهلاوي عنده 20 سنه ولا 21 سنه وجاله مثلا بايرن ميونخ، بذمتك هيروح فين؟ لا هيروح بايرن. نفس الفكره بالظبط كده. الاهلي بقى بالنسبه لافريقيا حاجه جامده جدا جدا. بعد كام يوم هيجي لك 9 10 مليون دولار. تمام. مشاركتك في كاس العالم للانديه. صحيح. الاهلي داخل له حوالي 10 مليون دولار كمان كام ساعه كده. الدنيا هتحلو جايه من كاس العالم الفلوس اللي بتاخدها اللعيبه بتاخد فلوسها باستمرار، ما عندكش مشاكل. انت بتبقى عايز ايه؟ انت بتتكلم على عدد ايوه قليل. لكن ده مش ملف يعني. طب الملف ده مش معيب من وجهه نظرك انه بيتساب اللعيبه لحد دلوقتي في الاهلي مش موقعين، مش خطر؟ انا بص، انا بشوف كمان
ان في يعني لو مقولة الزمالك في الكورة- النهارده صحيت الصبح في مقولة في حط الكورة- فلوس خياليه للشناوي حقه واخد اللي الشناوي، هقول عليه اللي بقول حقه، لكن في النهايه انا بقول دايما حاجه مهمه جدا في الكوره. انا كان كدماغ مقتنع بيها تماما. ايه هي؟ ان في اوقات كتير قوي ان انت بتدي للاعب على اللي اداه امبارح مش اللي هيديه بكره. يا كابتن زيزو اتكلم ان هم يا كابتن سيد، يا كابتن سيد لخبطنا، يا كابتن سيد اتكلم ان هم جمدوا زيزو. مش في وقت بقى نقعد نحافظ على اللعيبه اللي عندنا وبتاع، بيقول لك جمدوا زيزو وحطوه في الديب فريزر. الاخبار والمعلومات المؤكده اللي موجوده عندنا ان محمود حمدي الونش واحد من كبار لاعبي نادي الزمالك وقع عقدا مع النادي الاهلي مده 3 سنوات، وسيتم ارجاء هذا العقد لحين الاستقرار على تفعيله او لا من قبل الاهلي او مسؤولي الاهلي ومن قبل محمود حمدي الونش. الصفقه دي او القرار ده والاستعانه بخدمات واحد من افضل مدافعي مصر على مدار السنين اللي فاتت هو محمود حمدي الونش، بعد تعثر المفاوضات مع رامي ربيعه اللي بيفضل ان هو يكون موجود في تجربه احترافيه اخرى غير النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لو لم يحصل على المقابل المادي الذي يرتضيه، يعني حصل على المقابل المادي الذي يرتضيه هيبقى في الاهلي، لم يحصل على المقابل المادي الذي يرتضيه اللي هو مش موافق عليه اللي مقدم اليه من اداره التعاقدات بالنادي الاهلي، هيكون عايز يشوف مقابل مادي اكبر، وكان الاقرب ليه حتى الان هو بيراميدز. فالنادي الاهلي عامل حساباته وشغال من بدري، فراح على الونش اللي عقده بينتهي مع الزمالك الموسم الحالي، وقع معه عقدا لمده 3 سنوات بالاتفاق انه لن يتم تفعيل هذا العقد الا بعد انتهاء العلاقه التعاقديه ما بين الاهلي وبين رامي ربيعه. كده ما فاضلش غير عربيه الكشري وشويه البط وشيكابالا وسيلا بيه. خطيب سيبانه في الصحراء. لا انت بقى انت برنس الاهلي، انت تحكينا فيديو لك بديلي فيديو شايف في قناه مجلس في الكل شعب في كل مكان. استنونا في ده كتير ضرب نار. سلام.